يا أهلا بيكم في قعدة سينما. النهاردة هنتكلم عن مسلسل كنت حقيقي منتظره جدا، وهو صدر السنة دي على أبل تي في بلس، وهو مسلسل شوجر. مسلسل شوجر واحد من المسلسلات اللي أقدر أقول إن هو حالة خاصة شوية. في حاجات كانت حلوة قوي، وفي نفس الوقت في مفاجآت ما كانتش سعيدة بالنسبة لي كمشاهد. هتكلم شوية عن المسلسل في الأول وهحرق قوي في الآخر. هو إحنا معتادين على الحرق في البودكاست، ولكن النقطة اللي هي تحول المسلسل هتكون يعني أعتقد في النص التاني من الحلقة، وهنبه قبل ما أتكلم على المشكلة اللي مضايقاني. وخلونا الأول ننطلق ونتكلم على المسلسل اللي بيقوم ببطولته واحد من الممثلين اللي بحبهم جدا، وهو كولين فارل، واحد من الناس اللي بتقدر تقدم مساحة مختلفة وواسعة من الأدوار. وقبل ما نخش بقى في التفاصيل بتاعة أداء فارل والمسلسل، خلونا نفتكر مع بعض حكاية مسلسلنا. المسلسل بيحكي عن جون شوجر، المحقق الخاص اللي بيكلفه أحد أكبر المنتجين في هوليوود بالبحث عن حفيدته المختفية. وخلال رحلة البحث بنكتشف مفاجآت كتير عن عائلة المنتج وعن شوجر نفسه. زي ما قلت في أول الحلقة، في حاجات في المسلسل ده كانت مميزة، وفي حاجات من الحاجات المميزة دي كانت مميزة قوي بقى لدرجة اني اول مرة اشوفها في اي حاجة اساسا، وفي حاجات كانت مفاجآت مش سعيدة بالنسبة لي. خلونا نبدأ بقى بالحاجات اللي عجبتني قوي. واول حاجة منهم هتكلم عنها هي الشخصية الرئيسية، شخصية شوجر. الشخصية اللي لعبها كولين فارل بتميز كبير جدا، وزي ما قلت قبل كده كولين فارل واحد من الممثلين اللي مش اعتياديين، وممكن اتفرج على حاجة علشان هو فيها. هو بالنسبة لي عنصر جذب لأي عمل، وبحس ان هو عنده قدر من الاختلاف والتنوع كبير قوي. اللي يشوف دوره مثلا في ذا بانشيز اوف انيشيرن اللي اتكلمنا عنه في الحلقة 75، ما يشوفش دوره هنا، ما يشوفش دوره في حاجات تانية كتير هو عملها. فواحد من الممثلين المهمين قوي. والشخصية بتاعة شوجر هو شخصية مش ممكن تقابلها كل يوم، شخصية منتمية لعالم الأفلام الكلاسيكية الأمريكية الأبيض وأسود، تحديدا اللي كانت منتشرة قوي في الأربعينات والخمسينات، أفلام الفيلم نوار. والنوعية دي من الأفلام كان بيبقى كتير منها البطل هو محقق وبيدخل في جريمة بيبقى فيها قدر كبير من التشويق، وفي نفس الوقت بتكتشف مشاكل في المجتمع وفي أخلاقيات البشر ونفسهم. البطل بتاعنا هنا اللي هو شوجر كان كأنه واحد من أبطال الأفلام دي، شخصية سينمائية بامتياز. تحسه كده انه هو مش منتمي للواقع بتاع اليومين دول اللي احنا عايشينه. وتقدم في الشخصية دي تفاصيل كتيرة جدا، يمكن من كترها في الحلقة الأولى أنا حسيت إن أنا قاعد أقرأ رواية. الناس اللي بتقرأ روايات هتلاقوا كده أحيانا في بعض الكتاب بيدوا بروفايل كده عن الشخصية وتاريخها في الفصول الأولى. ده هنا كان حاضر قوي، والحلقة الأولى دي كانت مميزة جدا في رأيي. واللي ساعد في معرفة التفاصيل دي هو خلق مواقف كتير جوه الحلقة تساعد على النقطة دي. وكمان الفويس اوفر اللي بدأ في الحلقة دي وكمل معانا طول المسلسل كان حلو جدا ومساعد جدا في اكتشاف الحاجات اللي بتحصل في المسلسل، واكتشاف شخصية شوجر على وجه الخصوص. شخصية من اللحظة الأولى في الجزء اللي اتقدم بالأبيض واسود بنلاقيها بتحاول استعادة شخصية مخطوفة في اليابان، وبنشوفه في العملية دي عنده قدرة قتالية كويسة جدا، ذكاء في حل المشاكل، عدم رغبة في إيذاء الآخرين. ودي حاجة من المميزات اللي كانت في شخصيته. هو مش عايز يأذي الآخرين، ولكن لو اضطر إن هو يستعمل القوة هيستعملها وهيأذي اللي قدامه جامد. فإحنا بنشوف شخصية مش اعتيادية، بالذات إن هي شغالة في عالم الجريمة، فالشخصية دي غريبة شوية. وعلى المستوى الشكلي على طول لابس بدلة شيك جدا وشكله كلاسيكي جدا، وقصة شعر مايلة للكلاسيكية، وحتى لما بيلبس كاجوال بيبقى الستايل أقرب للكلاسيكي برضو. وطبعا العربية بتاعته الكلاسيكية اللي من الستينات دي وهمية لدرجة إن كولين فارل كان عايز يشتريها في الحقيقة، وبصراحة يعني مقدر موقفه جدا، عربية خطيرة جدا. والشخصية اللي بقى بالشكل الظاهري ده عندها قدرات مش عادية برضو، يعني بيجيد لغات كتيرة جدا زي الياباني والعربي والأسباني، وعنده قدرة على إن هو يستخلص المعلومات من الشخصيات المختلفة، وعنده قدر كبير من الذكاء والحيلة. فعلى المستوى الشكلي وعلى مستوى
الصفات وعلى مستوى القدرات احنا قدام شخصية مش عادية، وفي نفس الوقت الواضح ان هو عنده ماضي مش سهل خالص. وده حتى ممكن نشوفه في الحلقة الأولى في اللحظة بتاعة فتح الجرح دي. كل الحاجات دي بتبين إن الشخصية دي عندها ماضي أليم جدا، وبيخلي المشاهد مش مهتم فقط إن هو يشوف شوجر هيحل الجريمة اللي قدامه إزاي ويسترجع حفيدة المنتج، بيخلينا كمان طول المسلسل عايزين نعرف الماضي بتاعه وإيه المعاناة اللي عنده. ويمكن أنا شخصيا حسيت إن أنا شخصية شوجر وتاريخها وتصرفاتها وكل حاجة لفت نظري اكتر من الجريمة اللي بيحقق فيها احيانا. وواحدة من الحاجات اللي كانت حلوة جدا في شخصية شوجر هي حبه للافلام، تحديدا الافلام الابيض واسود. شخصية نقدر نقول ان هو سينيفايل، موسوعة سينمائية متحركة. وهنا بقى تيجي حاجة من اهم الحاجات اللي في المسلسل واللي قلت ان انا ما شفتش زيها قبل كده، وهي مزج لقطات من افلام قديمة تحديدا الابيض واسود المنتمية لنوعية الفيلم نوار جوه احداث الحلقات. دي حاجة كانت مجنونة جدا، انا ما شفتش زيها قبل كده في الافلام والمسلسلات. وحتى لما بتحصل بتبقى حاجة عابرة، قرار بيتخذ مرة، لكن ده كان مستمر معانا طول المسلسل. ويمكن السبب في ده قاله واحد من الاتنين مخرجين اللي اشتغلوا على المسلسل، وهو فرناندو ميريلس، واحد من المخرجين المهمين جدا. اخرج فيلم سيتي اوف جاد وفيلم ذا تو بوبس اللي صدر في 2019 على نتفليكس، وقام ببطولته جوناثان برايس وانتوني هوبكنز. وميريلس هنا بيقول لنا قصة الافلام دي بتساعد شوجر ان هو يفهم البشر اكتر، وفي نفس الوقت الكليبات اللي بتتعرض من الافلام داخل الحلقات هي بتعبر عن اللي بيجي في دماغه ساعتها. فده اسلوب انا حسيت ان هو غريب شوية ومش معتاد في عرض الافكار بتاعة الشخصية، وحط عليهم كمان مجهود كبير جدا. يعني فريق المونتاج او الاتنين مونترين اللي اشتغلوا على المسلسل، يعني كان في مونتير برازيلي في الحلقات بتاعة ميريلس، والمونتير الامريكي اللي هو كان شغال مع ادم اركن في الحلقات بتاعته. بيقولوا ان هو كان في مجهود كبير جدا في ان هم ازاي يختاروا اللقطات من الافلام المهمة جدا في الحقبة دي في السينما الامريكية. والحقيقة ان كمان كان في مجهود مش قليل في ان هم ياخدوا الحقوق بتاعتها علشان يعرضوها داخل المسلسل. من الحاجات الحلوة جدا كمان في المسلسل هي الحضور بتاع شخصية المدينة. والمدينة ما كانتش حاضرة على مستوى الصورة فقط، يعني كان في لحظات بيتم تصويرها حلوة جدا، وكمان تم الاستفادة من وجود عنصر هوليودي في القصة، وهي العائلة بتاعة المنتج، في ان احنا نروح لوكيشنز تابعة لعالم هوليوود وصناعة السينما. فده كله في النقطة بتاعة لوس انجلس كان حلو جدا. ولكن نقطة التميز الاكبر في رأيي ان شوجر كان حاسس بنوع من انواع الحب والضغط اللي بتمارسه عليه المدينة دي، فخلى في نوع من الحوارات احيانا بيبقى فيه شيء من العمق والفلسفة. يعني حتى في الحلقة الخامسة انا حسيت من كلامه ان هو فكرني شوية بشخصية جيريون رات في مسلسل بابلون بيرلين، المسلسل الألماني اللي اتكلمنا عنه في الحلقة رقم 32. لأن جيريون رات كان برضو بيعاني شوية في مدينة برلين في الفترة ما بين الحربين العالمية الأولى والتانية، وكان محقق برضو وعنده مشاكل في ماضيه صعبة جدا. فهنا برضو حسيت ان شوجر عنده علاقة حب وكره مع المدينة، لان هو بيقول ازاي هي مدينة حلوة. وفي لحظات فعلا التصوير كان بيدينا احساس بجمال المدينة، ولكن برضو كان في حاجات بتحصل بتحسسك ان المدينة دي قاسية شوية. وعلى ذكر التصوير، اعتقد ان هو كان من عناصر الاختلاف في المسلسل شوية، لان حسب كلام مدير التصوير اللي بيتعامل مع ميريلس ان هم اعتمدوا اسلوب بيصفوا ان هو وثائقي، لان هو مش بيحط نوع من انواع التعليمات للممثلين اللي هم يتحركوا كده ويجوا كده. لا، هو بيقول ان هو كانوا بيتعمدوا ان هم يسيبوهم يتحركوا نسبيا براحتهم، فده خلى فيه شكل وثائقي. ويمكن احنا ممكن نحس ده شوية في حاجات زي سكسيشن، كان فيه شكل كده في التصوير شبيه شوية بلحظات في شوجر.
ومن الحاجات الغريبة شوية ان مدير التصوير بيقول ان في شوتس جوه المشاهد اخدوها بالايفون، ويمكن حتى الراجل بيهزر يعني بيقول ان وجود ابل كمنتج ساعدهم قوي في توفير كميات كبيرة من الايفون. فالشكل البصري ده مع اسلوب المونتاج اللي فيه موضوع الافلام القديمة والجامب كاتس الكتيرة، كل ده خلى الصورة في المسلسل حقيقي مميزة، وعنصر كان مخليني عايز أكمل المسلسل لأني كنت بشوف فيه صورة حقيقي مختلفة. وعلى مستوى الجريمة اللي كان بيحقق فيها شوجر، وهي جريمة اختفاء كانت بتتحول في بعض اللحظات بسبب الشكوك إن هي احتمال تبقى جريمة قتل، ما أقدرش أقول إن هي واحدة من أكتر الجرائم اللي شفتها في السينما أو المسلسلات مثيرة بالنسبة لي، ولكن كان في نوع من أنواع الإثارة في شكل العلاقات داخل العيلة. يعني في بعض العلاقات جوه العيلة كنت عايز أعرف تاريخها أكتر ما أعرف البنت مختفية فين أصلا، وده نوع من أنواع النقد لهوليوود بسبب شكل العلاقات داخل العيلة، لأن بنلاقي إن الجد متورط في علاقة مع حد جوه العيلة، وفي نفس الوقت بنشوف شخصية أخو البنت المختفية شخصية إزاي هشة رغم إن هو عنده قدر كبير من الشهرة ونقدر نقول النفوذ وكمان الفلوس، وده بسبب وضع عيلته. وبعدين بنكتشف إن هو متورط في قضايا تحرش وإيذاء لبنات كتير، وطبعا التفاصيل اللي في شخصية الأب في رأيي كانت مثيرة كمان للاهتمام، فده خلى الشخصيات مثيرة للاهتمام وعلاقتهم ببعض برضو تشد شوية في المتابعة أكتر من اللغز نفسه في بعض الأحيان. ونيجي بقى للحاجة اللي كانت مضايقاني من المسلسل وحسيت إن هي مفاجأة غير سعيدة بالنسبة لي، وزي ما قلت هنبه قبل ما أحرق فيها، ودينا جينا للجزء اللي هنحرق فيه أكبر مفاجأة في المسلسل. المفاجأة إن شخصية جون شوجر هو كائن فضائي عايش هو وبعض أفراد القبيلة أو الجنس اللي هو منتمي ليه على الأرض بسبب مهمة أو سبب مش واضح برضو 100%، وهم وجودهم مرتبط بنوع من أنواع التكتم على شكل حياتهم. وفي الأول بيتقدموا إن هم النادي بتاع الناس اللي بيجيدوا أكتر من لغة، لحد ما بنبدأ نكتشف المفاجأة حبة في حبة، وبنبدأ نربط ليه مثلا شوجر عنده بعض القدرات اللي مش عادية، زي ان هو مهما شرب ما بيسكرش او اجابته المتناهية لأكتر من لغة. فالحكاية دي بالنسبة لي كان فيها نوع من انواع الفصلان بصراحة، وما كانش عندي تخيل ايه البديل للقصة دي. وهو الواضح ان هو الموضوع مبني من الاول ان في حد هيجي من بره الارض ويشوف العيوب بتاعة البشر وينتقدها ويستغربها وكل الكلام ده. وانا بالنسبة لي الحكاية دي ما كانتش مستساغة قوي، يعني كان عندي نوع من انواع الاعجاب بالمسلسل وبشخصية شوجر، والموضوع ده انكسر شوية بعد ما فهمت القصة. ما اقدرش اقول ان هي خلت تجربة المشاهدة من اسوأ ما يمكن، ولكن بصراحة كسرت حالة الاقناع او حالة اللي نقدر نقول، يعني مش عايز اكون بتفزلك في الكلام، ولكن في نوع من انواع التماهي مع القصة كده، بتحس انك مرتبط بيها ومرتبط بالشخصية. البلوت تويست لما بتحصل في الاخر في بعض الحالات بتخليك بقى منبهر، ولكن هنا الموضوع بالنسبة لي كانت مفاجأة مش لطيفة. وعلى صعيد النقد اللي قدمه المسلسل للبشر وتعاملاتهم مع بعض من خلال عيون كائن فضائي، فحسيت برضو ان الفضائيين يعني مش سالكين مع بعض، وده بنشوفه في القصة بتاعت هنري اللي اذى اخت شوجر. فتحس يعني طب وكان ايه لازمته؟ يعني احنا مش جايبين كائنات نقية جدا تستغرب بقى من قسوة البشر على بعض. ومن العيوب اللي كانت برضو في القصة بالنسبة لي هي طليقة المنتج الأب مش الجد. أنا حسيت إن الشخصية دي مش مكتملة، وعلاقتها بشوجر أحيانا بالنسبة لي كانت مملة في بعض اللحظات، والشخصية نفسها ما تقدرش تعرف دوافعها بالظبط. يعني في لحظات ألاقيها متحالفة جدا مع طليقها، وفي لحظات أحس إنها بتحب شوجر قوي، فتحس ان هي دوافعها في كل اللي بتعمله مش واضحة ومش ظاهرة قوي. ولحد هنا خلص كلامي عن المسلسل. اتمنى تكون الحلقة عجبتكم، وياريت اللي مش عامل سبسكرايب يعمل علشان توصل لكم الحلقات الجديدة باستمرار، ونتقابل الحلقة الجاية. مع السلامة.